شايفين دي المكرونه البشاميل او اللازانيا. ودي الفراخ، شايفين انا عملتها ازاي. دي اللحمه اللي انا استخدمتها. حطيت معلقه سمنه، وبعدين حطيت اللحمه المفرومه وقلبتها بسرعه شويه، وبعدين سبتها. طبعا حطيت لها رشة فلفل اسود بس، ما حطيتش اي حاجة تاني. وبعدين حطيت لها صلصة، وحطيت طماطمية متقطعة وحتة فلفل احمر متقطعة، بتدي طعمه حلو للمكرونة كده بعد ما تسبكت وجهزت. في حلة تاني حطيت شوية زيت على معلقة سمنة، وحطيت 3 معالق من الدقيق على السمنه، قلبتهم كويس. طبعا لازم اقلب الدقيق، ما ينفعش ان انا احط عليه اللبن كده، لان هيبقى طعمه ني، ما تحس بطعم الدقيق. فانت لازم تحمريه شويه لغايه ما يديك اللون الذهبي كده. كده يبقى تمام. تزودي اللبن حبه حبه، وتقلبي طبعا بسرعه عشان ما يكلكعش منك. وبعد كده رحت جبت صينيه وحطيت فيها شويه صوص البشاميل، وحطيت دي المكرونه اللي انا استخدمتها او اللازانيا، حطيتها رصيتها كده بالشكل اللي انت شايفاه. وحطيت الطبقه التانية، حطيتها اللحمه المفرومه اللي هو العصاج اللي انا عاملاه، حطيته رشيته على المكرونه. وبعدين حطيت رشه من البشاميل، وحطيت رشه جبنه، لان دي لازم تحط لها شويه جبنه، بيدوها طعم حلو، ويعني بيخليها متماسكه كمان كده مع بعضها. دي رشه الجبنه اللي انا حطيتها. وبعدين ابدا تاني احط رشه طبقه لازانيا، واحط عليها طبقة اللحمة المفرومة، وبعدين طبقة بشاميل، واحط كمان رشة جبنة صغيرة. دي الطريقة اللي انا بعملها على طول في اللازانيا. بصي هي ناشفة زي ما هي من العلبة على طول انا حطيتها. وبعدين احط عليها شوية نفس الكلام اللحمة المفرومة. دي الفرخة بتاعتي. انا ما بحبش الفرخه اعملها نيه، لازم بحب اسلقها الاول، اسويها، وبعدين قطعتها زي ما انت شايفه كده بالقطع دي. ورحت جبت 3 معالق دقيق، وحطيت عليهم ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل، ودوبتهم كويس مع بعض. وبعدين زودت لهم ميه وحطيت فيها الفراخ، وبعد كده حطيتها في خليط تاني دقيق وبقسماط وعلى الزيت السخن على طول، ونزلتها. كانت مقرمشه وطعمها تحفه. شايفه الخليط اللي انا عاملاه دوت، اللي هو الدقيق مع البقسماط مع حبه فلفل